هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. بعد التحية لكل الشعب المصري العظيم، كل سنة ومصر كلها طيبة بنصر أكتوبر المجيد. وأهلا وسهلا بيكم في سلسلة كلمة وحكاية. النهاردة كلمتنا عن البطولة، وحكايتنا عن اليوم اللي مصر قالت فيه نقدر. حكايتنا مش بس عن معركة، لكن عن شعب وجيش، قلب واحد ونبض واحد. كان يوم 6 أكتوبر، الجو حر والناس فاكرة إن هو زي أي يوم عادي، لكن تحت الهدوء ده كان في نبض بيجري في عروق مصر، نبض اسمه الكرامة. في بيت صغير في السويس كانت أم خالد بتجهز الغدا، وابنها خالد هناك على الجبهة شايل بندقيته. الدنيا سكتت للحظة، وبعدين المدافع نطقت. صرخة أول طلقة كانت كأنها صرخة وطن بيصحى من وجعه. الجنود عبروا القناة والنار شديدة، لكن الإيمان أقوى من أي لهب. كل جندي فيهم شايف حلم أمه وأمان بلده في مواجهة عدوه. خالد كتب في كشكوله الصغير: لو رجعت هحكي للعالم إن النصر مش بالسلاح بس، النصر بالإيمان وبالحب اللي جوانا لمصر. وفي القاهرة الناس نزلت الشوارع، الرجالة والستات بيطبخوا أكل للجنود وبيجمعوا تبرعات، وقلوبهم هناك عند أول طلقة، عند أول علم اترفع. مصر كلها بقت كتف في كتف، حتى الأطفال كتبوا على ورق صغير: ارجعوا لنا منصورين يا أبطال. والعبور حصل، والعلم اترفع على الضفة التانية. صوت التكبير غطى صوت المدافع، وعيون الجنود كلها كانت مليانة دموع وفرحة مش مصدقينها. خالد رفع عينه للسما وقال: يا رب خلينا نحافظ على اللي استردناه. وفي السويس أمه سمعت الخبر في الراديو، صرخت، بس المرة دي صرخت من فخر مش خوف. كانت عارفة إن ابنها بقى جزء من تاريخ مصر. ومرت السنين، بس لسه القصة بتتقال، ولسه الأبطال بيتذكروا. ودي كانت حكايتنا النهاردة من كلمة وحكاية، حكاية نصر وإيمان وكرامة. سلام لكل بطل ضحى، ولكل أم استحملت، ولكل مصري لسه بيحب البلد دي بصدق. في يوم النصر بنقولها من القلب: كل سنة ومصر بخير، كل سنة والكرامة مرفوعة، وكل سنة وإحنا فاكرين إن النصر الحقيقي هو إنك تفضل مؤمن إن بلدك تستحق. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا. واستنوني في حكاية جديدة. مع السلامة يا أحلى مستمعين.